البطاطا بالبشاميل فعلا تستحق التجربة، ناجحة من أول مرة والطعم روعة. أنا أول مرة أعملها. أنا غادة عرابي، دي قناتي قناة ستات في مصر. النهاردة هنعمل طريقة حلوة جدا للبطاطا، تغيير عن البطاطا عن الطريقة العادية. معانا كيلو من بطاطا غسلينها كويس بالمية. هنبدأ بقى نقشرها بالمقشرة بتاعت البطاطس عادي. بعد كده هنقطعها حلقات أو مكعبات زي ما انت عايزة. هنجهز حلة على النار، هنحط فيها البطاطا وهنحط عليها نص كوباية مية بس، عشان هي بتنزل ميه برضو كتير واحنا مش عايزين ميه كتير. ومعانا كوبايه سكر، هناخد نصها بس في الاول. هنحط نصها على البطاطا وهنغطيها وهنسيبها على النار عاليه. اول ما هتغلي هنشوف هنعمل ايه. بعد ما تغلي معانا هنجيب ورق كراسه عادي. اهم حاجه ما يكونش ورق جرايد اللي هو مكتوب فيه، لا، يعني اهم حاجه يكون ورق فاضي كده ابيض. هنحطه عليها وبعد كده هنغطي كويس عشان تستوي بقى على البخار. وبعد كده هنهدي عليها النار، يعني نخليها متوسطة شوية. مفيش 10 دقايق هنلاقيها استوت معانا زي ما احنا شايفين كده، بقت زي الفل. اهم حاجة ان هي تستوي كويس جدا علشان لما نهرسها ما تبقاش فيها قطع ولا حاجة. خلاص كده هناخدها وهي سخنة على طول. اهم حاجة ان احنا ناخدها وهي سخنة. هنحطها في البولة بتاعتنا ونهرسها كويس جدا. هنجيب معانا نص كوباية لبن، هناخده من اللي احنا هنعمله من بشاميل. يعني احنا هنجيب كيلو لبن للبشاميل، هناخد منه بس نص كوباية سخنة. اهم حاجة يكون لبن سخن. هنحط عليه نص معلقة بيكنج باودر زي ما احنا شايفين فار ازاي من ادى فوران كده عشان اللبن سخن. وهنحطه على البطاطا ونقلبه كويس جدا. ده بيدي هشاشة للبطاطا ويخليها هشة كده وخفيفة وحلوة. هنعمل بقى البشاميل بتاعنا. معانا 3 معالق من السمنة او الزبدة زي ما تحبي، او سمنة على زيت. هنضيف بقى، احنا اهم حاجة عندنا في البشاميل زي ما شفناه قبل كده عملناه حادق. انا اول مره صحيح اعمله حلو، بس فعلا طريقته جميله جدا. معانا اللتر من اللبن اللي احنا خدنا منه نص كوبايه، سخناه كويس جدا. اهم حاجه اللبن يكون سخن زي ما احنا شايفين. هنحطه مره واحده كده. اللبن حطينا فيه نص كوبايه السكر اللي احنا ما حطيناهاش في الاول. احنا قلنا كوبايه سكر، حطينا نصها على البطاطا ونصها في اللبن. وحطينا كيس فانيليا بيدي طعم حلو جدا. بعد ما حطينا ال3 معالق دقيق وقلبناها كويس قوي، هنحط اللبن سخن هيدينا قوام البشاميل ده الجميل. احنا عملناه قبل كده بس انا عملته بسرعه المره دي عشان احنا قبل كده عاملينه بالتفصيل بس حادق. يعني اللبن لما بيبقى سخن ويتحط على الدقيق بيدي نتيجه هايله جدا. هنا احنا خدنا شويه بشاميل حطيناهم على البطاطا وقلبنا، هيدي قوام كريمي وجميل. وبعدين بقى الحاجه الكويسه كمان اللي احنا هنحط كمان معلقتين قشطه. ده اختياري، بس لو موجوده لو متوفره هتبقى حلوه قوي. قشطه اللبن العاديه هنحطها على باقي البشاميل. دهنا بقى صينيه، هنا دهناها سمنه كويس، ودهنا الطواجن دي اللي هي بتاعت الرز بلبن او الزبادي. لو متوفره عندك اعملي فيها، لو مش متوفره هتعملي في صينيه. انا حبيت اوريكي الشكلين يعني. حطينا بقى البشاميل على البطاطا في قلب الصينيه، وحطينا بقى زبيب. ده اختياري برضو. هنبدا ان احنا يعني نسويه كده بالبطاطا. احنا محطيناهوش في الاول مع البطاطا علشان ما ينزلش تحت في الصينيه ويتحرق. في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن كأننا بنسوي كيك فوق درجة الحرارة فوق المتوسطة. يكون الفرن سخن. هتاخد حوالي تلت ساعة. أول ما الوش يحمر معانا، لو حبيتي ان انتي تدي وش اكتر هتطفي من تحت بعد ما التلت ساعة تخلص، وتشغلي الشواية بس على النار هادية عشان ما تحرقش منك. حقيقي انا اول مرة اعملها بس فعلا طعم جميل جدا جدا. البشاميل وهو مسكر، ما كنتش متخيله ان فعلا في بشاميل ممكن يتعمل ويبقى مسكر ويبقى طعمه حلو. طعم كريمي وجميل. معلقتين القشطه طبعا ادوا طعم حلو جدا لو متوفرين. هنبدا زي ما احنا شايفين كده. هنمسح بس الصينيه كده، نساوي الاول البشاميل، وهنمسح الصينيه من الجنب لو في اي حاجه عشان لما يتحط في الفرن ما تحرقش مننا. بعد كده على طول هندخله الفرن زي ما قلنا. الفرن يكون شغال قبليها كأننا بنسوي كيك بالظبط، قبلها بربع ساعة. هيدينا الشكل الجميل دون. هنا انا شغلت الشوايه شويه، بس خلي بالك الشوايه شغالين على النار هاديه عشان برضو ما يتحرقش منك. وبالهنا والشفا. اتمنى الطريقه تكون عجبتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.